يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفد لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وذهدح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميلة إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوضك الكليم نيره قلوب حزبك وأستع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع عقائدي وقولي والعمل مصححات لك وجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العدا معا فانصرفت إلى سوى الضر والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت للشهود والعيان باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور صرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قدت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام لي يخلد الرواح في كل ما لي تجود من بباح على الذي صيرتني خديمة وقدت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فكفني عوائقا
كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع سلام بمدي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجز عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والضيور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائقا مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قل الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت لي ما اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قدت واجبا ومندوبا معا وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زحزح العرمرما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه
سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مثرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعذني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب السرور وهو عني غلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المذايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مصرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا رب يا على الذي جعلته مخدومي يا من به لجدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميعا من لم يحبوني فإنك السميع وبلي اليوم مشونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب
مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأكدار إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقدت لي ربيع صل صلاة لي تخلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع سلام لي يخلد الصفاء على الذي بإذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعل لي اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقدت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مصر يا من به كفيتني مضرة واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا عن جزء والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقول صدقا في خدمي تزري الفيوض ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ماح محا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره انجرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاشمي من خطأ وعمد صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور
مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشر الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير ولييسرنهما تيسيرا وعثم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قل الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحصه الصالحون قبلي وخلق لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القلا مع سلام لييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحشي ثناء باق كان لي يا محشي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاحي يعترف بلا شقاء من فيود يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب علم حالبة لي بسلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى
في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجده عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أيدي البراق حب ذي الحيذوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التاويل والتفسير قل المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سواء وضرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام وضرر الإنس ودر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجده عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولي تقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا غير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لي ما يفيد
على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون تنبي وابتلي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحسه الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك جعلني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أخذي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لي قدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل دك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامح توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي اليوم وبعد اليوم عشمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عشمت من عتاب ولتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلا الظروف صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخضيما له ولي قد سلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتجده عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صل صلاة لتصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم
ولفؤادي قدت علما بهم صل صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بيه يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محى ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من صلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأكرار يسون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قالت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل ويجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرذايا لغير ذاتي يجلب المذايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقال لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزلي من خير منزل يصفي نذلي نفيت الشك وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل
وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجث به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولي تقود مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا ثنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة بردائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام لي يخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستعاذ منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمرض صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد بالشكر لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذى فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب
به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبشر هذا القدر ولي ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق إلي النفع قال بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي تكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لاشكر غرضا أسكن عقائدي في التوحيد والدحي بي طريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد نوري يا منزلا قد جدت لي بالسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من يقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتحى شكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل بوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لن ترضى لي يقيني لاشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وعنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عظمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل لياد ويا الحياة منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجبه وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري
فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وترد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ذا ازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقى والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير سوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف مع ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان مع ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر لي يجودان بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامح به قصد اللغى لخطي يا من محى معائبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداك عسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس العين فيه هي له يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي
وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر وضر الناب وضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صان عن مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فاشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا